السلام عليكم متتبعين قناة لاله سميرة. جيتكم البنات اليوم بواحد السلطه ديال البطاطا اللي كتجي رائعه وزوينه بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم. حتى هما يقدروا ياكلوا هاد السلطه حيتاش ما فيها لا دهنيات لا حتى شي حاجه، وسهله في التحضير واقتصاديه وغير بالبطاطا وكتجي رائعه ومعتبره. قبل ما نبديو البنات الفيديو ديالنا ما تنسونيش من البارطاج مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش من لايكاتكم البنات. جيبوا ورقه وستيلو وتبعوني الكوزينه. نبداو على بركه الله. بسم الله. كنحتاجوا البنات واحد 4 ديال البطاطات يكونوا متوسطات، كنقيوهم ونغسلوهم بشويه ديال الخل من طبيعه الحال. كلشي كيعرف ينقي البطاطا. كنجيبوا واحد الكاسرونه اللي غادي نسلقوا فيها هاد البطاطا. كنشدوا هذيك البطاطا نقطعوها على جوج ونعاودوا نقطعوها على هاد الشكل، بحال اللي غادي نديروا الفريت، وغادي نقطعوها صغيره بحال ما هكايا شكل مكعبات صغار. نديروها صغيره ما نديروهاش حجم كبير، يعني باش تعطينا واحد الشكل زوين وتعطينا واحد الجماليه في الطبسي ملي كنقدموها. شوفوا معايا البنات البطاطا ديالنا رائعه ما شاء الله. كنختاروا البطاطا تكون طريه وزوينه، ما نديروش البطاطا تكون لاويه او تكون مضروبه او شي حاجه. يعني كنختاروا دائما الجوده والاقتصاد البنات. وكنوجد معكم الشهيوات ساهلين البنات، غير اللي عندنا في الدار كنقضيو به وكنكتفيو به ونقولوا الحمد لله البنات. صافي البنات، من بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا كنجيبوا الماء بحال ما هكايا ونكبوا عليها الماء باش نغسلوها مزيان. هانتوما شوفوا معايا، نغسلوها حتى ما يبقاش فيها هذاك النشا الابيض. سمحوا لي نسيت واحد الحبيبه. حتى ما يبقاش هذاك النشا الابيض بحال ما هكايا، يبقى الماء ديالها صافي، ما خصوش يبقى فيها هذاك النشا باش ما تجيناش معجنه البنات. نغسلوها واحد 2 ديال المرات باش ما يبقاش فيها داك النشا ديالها البيض. صافي ونجيبوا الماء نكبوه بحال ما هكايا، نغطيو هذيك البطاطا ديالنا حيت غادي نسلقوها، ونزيدوا معها واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق، ونزيدوا واحد راس معلقه ديال الابزار نديوها فوق البوطه البنات. ما نخليوهاش طيب بزاف تتعجن. صافي البنات ها هي طابت. كنجيب واحد الشبيكه ونصفيها بحال ما هكايا. طريقه سهله البنات، وشوفوا معايا كلشي البنات نقي، ما كنوسخو ما حتى شي حاجه. كلشي نقي، اي حاجه هزيناها كنشلوها وردوها لبلاصتها باش تبقى لنا المجموع الكوزينه ديالنا مجموعه وما كنعكزوش البنات. صافي كنجيب هذيك الكاسرونه اللي سلقت فيها البطاطا ديالي وكنرجع فيها البطاطا بحال ما هكايا. بلا ما نبقى نوسخ في الماء عنا البنات. كنجيب واحد البصيله صغيره اللي نقيتها وغسلتها بشويه ديال الخل من طبيعه الحال. ضروري البنات انا كنستعمل الخل في اي حاجه البنات، حتى الانوكس اللي عندكم ما كيخرجش البنات كيبقى لكم دائما في ديك الزروقيه، ديروا له البنات الخل ومسحوه مزيان. وشي مره غادي نشارك معكم البنات الطريقه ديال الخل اللي كنغسلوا به الاواني وكيبقاو لينا رائعين. صافي كنشلضوا هذيك البطاطا البنات بحال ما هكايا. غادي نزيدوا واحد شويه ديال الكاشير حتى هو كنقطعوه مكعبات. صدقوني هاد السلطه خفيفه يا البنات وزوينه، وكنقدموها بحال ما هكايا كوجبه عشاء، ولا نديروها ملي يكون عندنا الضيوف نديروها سلطه بحال ما هكايا نقدموها مع اللحم او مع المهم كيبقى لكم الاختيار معاش بغيتو تقدموا هاد السلطه، اولا ناكلوها غير بوحدها مع براد اتاي اولا مع شي كاس ديال الحليب ولا اللي حبيتو نتوما يا البنات. صافي كنجيب هذيك المطيشه، تندير غير واحد المطيشه صغيره نقطعها بها بالزريعه ديالها، ما نحيد لها لا زريعه لا حتى شي حاجه. كما كتعرفوا البطاطا ملي كتكون سخونه كتبقى تشرب هذوك سميتو، يعني ما غادي تطلق فيها ديك الزريعه لا حتى شي حاجه. غادي نجيب واحد شويه ديال زيت الزيتون، ندير واحد 2 معالق كبار ونخلط البنات. نخلط بحال ما هكايا من التحت، ما نرونش بحال هكا باش ما تعجنش ليا البطاطا ديالي. تركزوا على البطاطا ما نخليوهاش تسلق مزيان. نزيد واحد شويه ديال
الكمون ما نخليوهاش عفوا تطيب حتى تتهرى، كنخليوها شويه شاده في راسها. صافي كنخلطو غير بشويه البنات ونجيبو الطبسيل اللي غادي نقدمو فيه البطاطا. كديروا البطاطا على حسب افراد الاسره، شحال نتوما في الدار كديروا على حسب البنات. صافي كندير شويه ديال الربيع نزين به، وندير قطرات ديال الحامض بحال هكايا او الليمون او كل واحد كيفاش كيسميه او القارص. كندير قطرات باش كيعطيوني هذوك البنه البنات. نجيب واحد جوج ديال البيضات مسلوقات نزين بهم هذاك الطبق ديالي باش يعطيني واحد الجماليه اللي هي رائعه وزوينه. والبيض مع البطاطا كما كتعرفوا دائما البطاطا مع البيض كتجي رائعه وزوينه. صدقوني يا البنات، اللي جربت هاد السلطه غتبقى دائما معتمده عندك في الدار، سهله في التحضير البنات. وغادي نقدم معكم ان شاء الله عده وجبات ديال البطاطا. يعني البطاطا راه حتى صحابه الريجيم كياكلوها، زوينه ورائعه وصحيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي الطبق، ما شاء الله البنات، شوفوا معايا ما شاء الله البنات، العين كتاكل قبل الكرش. شوفوا البنات الطبق ديال البطاطا، السلطه ديالنا بالبطاطا كيفاش كتجي رائعه ومعتبره. ما شهيتكم فيها البنات. نوضي يا خيتي يا نعيمه، نوضي جربي لي هاد السليطه الوليدات. والله البنات الا كنجيب لكم غير الحوايج اللي ساهلين واقتصاديين غير بالمكونات اللي عندنا في الدار، شهواتنا اقتصاديه دائما البنات. وما تنسونيش البنات في اشتراك في القناه، ما تنسونيش من لايكاتكم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. الى فيديو اخر ان شاء الله.